هنلون بيتنا ازاي؟ الناس بتحتار جدا لما تخلص مرحله التشطيب وتوصل لمرحله الدهانيه. احيانا بيعملوا حاجه هاديه وجميله، واحيانا البيت بيتحول كله لحضانه مليانه الوان مختلفه ملهاش اي علاقه ببعضها. والسؤال هنا، انا الون بيتي ازاي بقى؟ ممكن نرجع لعجله الالوان الاساسيه ونختار الوان مع بعضها بطريقه معينه وفي نفس الوقت تكون متناسقه ومريحه للعين. عجله الالوان بتتكون من 3 الوان اساسيه، ازرق واصفر واحمر، وعليهم 3 الوان ثانويه زي البرتقاني والاخضر وكمان البنفسجي. وعندنا 4 نظريات مبنيه على عجله الالوان. اول نظريه واكثرهم شهره هي الالوان المتضاده، وهنا بنختار الوان ضد بعض في العجله بتاعتي زي اللون الازرق مع البرتقاني او الاحمر مع الاخضر. النظريه دي نقدر نستخدمها في الوان وديكورات الليفنج او المعيشه وكمان اوضه النوم الماستر. النظريه الثانيه اسمها النظريه التكميليه، وهنا بنختار من عجله الالوان الوان جنب بعضها، الوان محايده عشان يعملوا ميكس حلو ما بين الالوان وبعضها والديكورات اللي انت مختارها. ممكن تعمل ميكس ما بين اللون الاخضر والازرق او الاحمر والبرتقاني. تقدر تستخدم النظريه دي في الريسبشن او اوض الاطفال. باقي النظريات هنتكلم عنها في